النهاردة هنعمل مع بعض العاشورة بخطوات بسيطة عشان الجسم يستفاد من المكونات اللي بتكون موجودة في العاشورة وهي حبوب القمح. بس خليكم معايا لآخر الحلقة. ويلا نعرف معلومة سريعة عن فوائد حبوب القمح. تعتبر حبوب القمح من الحبوب الكاملة المليانة بالفيتامينات زي فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C اللي بيساعد في حماية الجسم من الأمراض وتقوية المناعة. وكمان حبوب القمح فيها عنصر الحديد اللي بيساعد على وقاية الجسم من الأنيميا. وكمان عايزة أقول لكم إن حبوب القمح مهمة في تقليل ضغط الدم العالي وتساعد في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين. وآخر معلومة عن فوائد حبوب القمح إنها بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز عشان في حبوب القمح عناصر مهمة للمخ والجسم. وممكن ناكل حبوب القمح بكذا طريقة عشان نستفاد منها، زي طحن حبوب القمح واستعمالها في الوجبات الرئيسية وفي عمل البسكوت والكورن فليكس، أو نعمل حبوب القمح بليلة أو نعمله عاشورة. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد حبوب القمح اللي هنستعملها في عمل العاشورة. ويلا نعرف مع بعض خطوات عمل العاشورة. هنجيب كوباية من حبوب القمح ونتأكد ان حبوب القمح ما فيهاش زلط، وبعد كده ننقعها لمدة ساعة في المية. وده شكل حبوب القمح بعد ساعة، وهشطفها بالمية وبعد كده نحطها في حلة مع شوية مية على النار لحد لما حبوب القمح تتسلق وتبقى طرية. وناخد بالنا لما يطلع ريم على الوش نشيله بالمعلقة. وعايزة اقول لكم ان وقت التسوية بتكون ساعة ونص لحد ساعتين. وده شكل حبوب القمح لما اتسلقت وبقت طرية. وهنزود عليها كوباية لبن. بسم الله. وبعد كده نجيب معلقة كبيرة من النشا وندوبها في كوباية لبن. وبعد كده نحط النشا واللبن على حبوب القمح ونقلبهم كويس. وبعد كده نزود عليهم 4 أكياس فانيليا ونزود سكر حسب الطلب ونقلب كل المكونات كويس. وبعد كده نضيف على حبوب القمح معلقة كبيرة من جوز الهند، وأول لما يغلي نطفي عليه. وده شكل العاشورة لما بردت، وهنحطها في الأطباق. وبعد كده نحط على وش العاشورة أي نوع من المكسرات الموجودة عندنا، وهنزود عليهم شوية قرفة. وبكده بقت العاشورة جاهزة للأكل. وسيبولي رأيكم في العاشورة تحت في التعليقات. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وبكده نبقى عرفنا مع بعض طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة عشان نساعد في تقوية الجسم وتقوية المناعة بإذن الله.